العشاء إن شاء الله يحين في 7:21 هنا الإسكندرية. يا اسكندرية مساء الخير على شط بحرك وهواكي، على أحلى ناس وعيون حلوين وقلوب مدوبها هواكي. قالت وقلنا وقالها كتير يا اسكندرية مساء الخير، يا اسكندرية مساء الخير، يا اسكندرية مساء الخير. مستمعينا الكرام ودائما بالحب نلتقي فأهلا بكم. أمسية جديدة من أمسيات عروس الإذاعات الإقليمية الإسكندرية، فأهلا بكل الأصدقاء المستمعين. شاء المولى رح نرسم مينا، إن شاء المولى رح نرسم مينا. ومعكم خلال هذه الفترة مهندس الرحلة أسامة المتولي، فأهلا بك يا أسامة. يمنع على الله قمر ليالينا، يمنع على الله وقمر ليالينا. ومعكم على الهواء من أسرة المذيعين أحمد وهبة. يا مردي شد القلوع، يا مردي مفيش رجوع، يا مردي شد القلوع، يا مردي مفيش رجوع، يا مردي ويا ليل من غير حبيب، يا ليل أمرك عجيب. مستمعينا الكرام، أيام قليلة ونبدأ في استقبال فصل الصيف، وكل اسكندراني مع فصل الصيف بيفكر هيقضي ازاي فصل الصيف، هيفكر يعمل ايه. وولادنا بيبقوا عندهم وقت فراغ كبير مش عارفين يعملوا ايه، لكن لو طلعوا على البحر وفكروا هيلاقوا حاجات كتيرة حلوة. وانا كنت ماشي مرة كده على شط البحر الطويل في اي مكان في اسكندرية، لقيت مجموعة شباب زي الورد بيصطادوا ويقضوا يوم جميل على كورنيش اسكندرية. فكرت ان اسكندرية بتملك شواطئ كبيرة من ابو قير لغاية الساحل الشمالي، وفي شباب في اسكندرية يعني نفسه يمسك بوصة ويصطاد، نفسه يركب مركب وينزل زي ما بيقولوا بلغة الصيادين يسقط في البحر، لكن ما عندوش فكرة ازاي يبدأ ولا ازاي يعني يعيش مع البوصة. عشان كده فكرنا نعمل الفترة الرياضية ونخصصها النهاردة عن صيد الأسماك، ويسعدنا أن نلتقي على الهواء مباشرة مع الأستاذ أحمد عزمي مؤسس جروب محبي الصيد باسكندرية. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد. بداية بشكر إذاعة اسكندرية على الاهتمام بالرياضة المحببة لينا اللي هي هواية النبلاء زي ما احنا بنسميها عندنا في الجروب، هواية صيد الأسماك. أهلا بك أستاذ أحمد. ومعايا كمان أستاذ علي إبراهيم أدمن جروب محبي الصيد باسكندرية. أهلا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا. القعدة كده هننتقل من استوديو الهوا على أي شط تحبوا ننتقل إليه علي وأحمد. والله الشواطئ كتيرة الحمد لله، احنا ربنا كرمنا في اسكندرية بشواطئ كتيرة، ولكن انا عن نفسي بحب شاطئ المحروسة. شاطئ المحروسة. تمام. وعلي؟
والله بالنسبه لي بحكم السكن فانا بفضل كتير جدا الساحل الشمالي من اول كيلو 21 لحد مطروح. فكره انشاء مجموعه او جروب محب الصيد في اسكندريه جت في دماغكم ازاي يا استاذ احمد وسعد؟ بداية والله يا استاذ احمد، احنا كان حاولنا ان احنا نهتم. بداية هي اول الموضوع انا عندي شوية خبرة كده، لان انا كنت شغال في محل ادوات صيد، فاتعلمت حاجات كتيرة وعرفت وحبيت الهواية. وبرضه والدي كان ليه فضل كبير لان هو بيمارسها بقاله سنين طويلة، فحبيت الهواية. فكرت ان احنا نستغل الفيس ان احنا نعمل تجمع يكون بيضم كل جميع الهواية، سواء هواة جدد او محترفين، نعلمهم الصيد، لان الصيد فعلا هواية جميلة وهواية محترمة بتبعدنا عن اي حاجة. يعني يكفي ان مثلا بدل ما شاب مثلا زي ما حضرتك وضحت يقضي مثلا وقت مثلا مع اصحابه في الشارع على كافيتيريا الكلام دوت، لا ممكن يمسك بوصة، احنا بنعلم كده دوت، ويطلع على الشواطئ بتاعتنا. شواطئنا كتيرة والسمك الحمد لله يعني الى حد ما موجود، ويتعلم يعني. فجت فكرة ان احنا نعمل جروب. الحمد لله بقى لنا حوالي 2 و6 شهور. 2 و6 شهور دولت بدأنا بجروب الأول ب100 عضو و200 عضو، بدأت الفكرة تكبر لحد الحمد لله لما حاليا وصلنا ان احنا كنا أول جروب اتعمل على الفيس. حاليا وصلنا ان احنا بقينا أكبر جروب للصيد على مستوى الشرق الأوسط خاص بالصيد والغطس، عددنا 29,000 عضو. اخونا علي يمكن ادمن يعني مؤسس او مسؤول في الجماعة ديت، انت نقول رجل العلاقات العامة والدعاية والاعلام بتاع المجموعة؟ ويعني حاجة شبه كده. انا بهتم جدا فعلا بعلاقة الصياد بمحلات الصيد. فكنا بدأنا نعرف الصياد ازاي يشتري من مكان موثوق منه ويحاول ياخد العدة الصح لطريقة الصيد اللي هو رايح يصطاد بيها. فبالفعل رحنا محلات ادوات الصيد واتفقنا معاهم ان احنا معانا قوة شرائية كبيرة. جروب فيه مثلا كان اياميها كنا 22,000. فكان لأي تاجر بالنسبة له دي يعني زي ما بيقولوا صفقة عملية مربحة وصفقة مربحة. فالحمد لله أكتر من 98% منهم رحبوا وقالوا احنا تحت أمر الجروب وكده. وبالفعل زي كان بيروحوا الأعضاء بناء بقى على التوصيات بتاعتنا عن طريق منشورات بتترفع على الصفحة عندنا في الجروب. بنوفر له، بنقول له انت هتصطاد بالطريقه الفلانيه السمكه الفلاني، هتشتري العده الفلانيه، بتروح للتاجر الفلاني، الراجل ده احنا موثوق منه وعاملين معاه تخفيض كويس لاعضاء الجروب. وبالفعل بيروحوا ربنا بيوفقه وبيشتري حاجه كويسه. يا طالع بالفلوكه والدفه مطواعيده وخالي بال وراضي يا عم الله يزيدك. يا طالع بالفلوكه والدفه مطواعيده وخالي بال وراضي يا عم الله يزيدك. حكمه وعلمتها لي بكره يعدني هسيدك يا عم الصبر طيب وقلبك والله طيب يا عم الصبر طيب وقلبك والله طيب وتدلع يا رشيدي على وش المية يا سيدي يا سيدي على وش المية وتدلع يا رشيدي على وش. انشأنا خلاص الجروب على الفيس وعملنا الموقع بتاعنا. التواصل بيتم ازاي؟ هل التواصل خاص مثلا بشباب واهالي اسكندريه فقط ولا ليكم يعني اعضاء اخرين في دول عربيه او في العالم؟ يعني انتوا مجموعه يعني هايله، وصلتوا الريكورد 30,000 واكتر اهو. والله حضرتك يا استاذ احمد الله يخليك، متشكرين جدا. الله يكرمك يا رب. بدايه احنا فعلا اول ما بدانا الجروب كان معانا اعضاء كتير جدا بس كان اغلبهم من اسكندريه هنا. لما الموضوع بدا انه ينتشر بقى معانا اعضاء كتير جدا بيشاركونا سواء من دول بقى عربيه. يعني مثلا معانا اعضاء من ليبيا، اردن، تونس، عمان، يمن، كلهم اصدقاء لينا. برضو كانت لما لقينا كده ان الموضوع بدا ان هو ينتشر بشكل كبير جات لنا الحمد لله فكره ان احنا نعمل زي تعارف خاص بكل الاخوه اللي هم المغتربين اللي مش موجودين معانا، بحيث ان احنا ننزل لهم زي موضوع بحيث ان هم يقدروا يتعرفوا على بعض فيه. وبناء عليه لما بداوا ان هم يتعرفوا بداوا ان هم يطلعوا رحلات صيد جماعيه مع بعض. فاصبح الموضوع مش مقتصر على اهل اسكندريه بس، لا ده بقى في مثلا محب الصيد بجدة، محب الصيد بأمريكا، محب الصيد بالسعودية، بقى الموضوع بشكل أفضل يعني. أيوة.
يعني تنظيم رحله صيد خارج مصر وداخل مصر عمليه صعبه، مش كده يا علي؟ اكيد صعبه جدا ومحتاجه جهد عالي. التواصل طبعا جداً انت قاعد جداً. 24 ساعه على الفيس. بالظبط. ما بتعمل ايه في شغلك؟ يعني 50% و50%. تنظيم الرحلات فعلا يعني بغض النظر ان هو متعب جدا، بس احنا الحمد لله احنا فعلا جروب مجاني جدا، لا يهدف لاي ربح زي ما قال اخويا احمد. فلما تكون حابب ان انت تخدم هوايه انت اساسا متربي عليها، فده بيديك دافع قوي قوي ان انت لو عندك 1000 نفر 50,000 نفر عايز تخدمهم، فما بتتعبش ابدا لما انت تنظم لهم رحله وتوفر لهم المكان، تطلعهم مع مركب محترم، توديهم مكان محترم. الناس فرحتنا سواء انا او احمد، يعني فرحتنا بنظره الناس لينا، ان الناس بتقول لنا طب احنا عايزين نعمل معاكم حاجه، يعني انتوا عملتوا كل حاجه، مكان مناسب، اتوبيسات مناسبه، جو جميل، حتى احنا بنختار حتى الجو اللي في اليوم ده اذا كان هيبقى مناسب للناس، مفيش ريحه او في اي عشان ما نطلعش مثلا احنا معانا في الجروب ناس عندها 60 و70 ناس سنه كبيره ناس كبيره، فانا ما يطلعوش في جو صعب قوي يرجع يقول لي انت اللي انا شفت في بعض الفيديوهات جميله جدا، الناس طالعه مستمتعه جدا جدا. الجو كمان بيبقى اسري جدا، بتلاقي واحد راجل مثلا كبير معاه بناته بيجي عارف ان هو وسط اسره محترمه، فبيبقى مطمن جدا، جاي مع ناس محترمه، راكب مواصله محترمه، بناخده من عند البيت وبننزله عند البيت، وده بيبقى فرحه في عين الناس احنا بنفرح بيها جدا. ايوه في شباب بيتمشوا كده على البحر يقول لي انا نفسي امسك صناره، نفسي اصطاد، نبدا معاه ازاي؟ بص احنا كنا عاملين بصراحه مش سايبين الناس المبتدئه. معلش نجاوب على السؤال ده، لكن معايا مداخله من احد المستمعين ونشوف هيقول لنا ايه. الو 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 مين عايزنا وعايز يقول ايه؟ الو ايوه انت فين؟ سمعني صوتك، انت مين؟ الو انا حسن الفتاية. انت مين؟ خلاص نستمر. علي كنا بنسأل حضرتك واخونا احمد، انا كواحد بيحب عايز اصطاد بس مش عارف امسك الصناره ازاي، اربط صناره ازاي، يعني ازاي امارس الهوايه الجميله دي. احنا كنا مهتمين جدا بالمبتدئ، لان فعلا زي ما قال برضو اخويا احمد ان هوايه الصيد دي هي فعلا هوايه النبلاء في اسكندريه، بل يكاد يكون في مصر كلها. احنا هوايه نظيفه ونقيه جدا. انا حتى كنت بقول لاخواتنا على الصفحه، بقول لهم هي رغم ان هي فيها سنه خباثه بس هي هوايه نقيه جدا. فسالني واحد من الاعضاء طب ايه الخباثه في كده؟ اقول له انت عشان تطلع السمكه لازم تحط لها شعر رفيع ولازم تعمل لها وتحط لها تضحك عليها فانت بتقول لها انا بضحك عليكي فكل الطعم هصطادك. لكن هي كاساس هوايه نقيه جدا جدا، يعني بتنقي الذهن وبتنقي القلب وبتخلي ذهنك صافي. يعني في ناس كتير قوي اعرفها لما بتكون عنده مشاكل ضغوط في الحياه اللي احنا بنمر بيها دي كلها، بيقول لك انا ما برتاحش في مكان الا على البحر وماسك بوصه. فاحنا بنحاول نعلم المبتدئ القصه دي وبنقول له انت هتشتري الحاجه الفلانيه وهتقعد، وبننزله ندوات تعليميه نظريه وبنطبق الموضوع ده عملي. بنجيبه على البحر بنقول له بص اللي انت خدته نظري هتربط بالطريقه الفلانيه وتعمل الفلاني وترمي. لما هو بقى بياخد سمكه دي بالنسبه لها فرحه الدنيا. طبعا يعني بالنسبه لنا كاداره جروب احنا فرحه الدنيا. يعني هو كمان نفسه بيحس انا واحد من الناس يعني بحكم التربيه انا بحس ان انا انتشلته من مكان كان ممكن يسبب فيه ان هو انسان مش كويس، هيبقى بتاع مخدرات بالظبط. يعني فكون ان انت توجهه للصيد اللي احنا بنسميها الهوايه النقيه ده كان في حد ذاته نجاح جدا للجروب. ايوه. ازاي بقى بدانا خلاص وعلمناه يربط الصنانير ازاي ازاي يتعامل مع السمك؟ في سمك غريب جدا. يعني انا اول مره كنت اصطاد رميت في الارمجان، رميت سبحه كما يعني عايزين نقول السبحه دي قول انت بقى، انا مش هقول انا. رميت بسبحه طلع لي مثلا 10 بطاطات، بقت ايه كنت غشيم بقى مش عارف امسك السمك، السمك كده ايدي اتدبحت. قول لي يعني ازاي نتعامل مع السمك وانواع السمك يا احمد؟ تمام. بدايه استاذ احمد، هو الموضوع بتاع تعليم الهواة الجدد حضرتك معاك مداخله؟ لا اتفضل.
تمام. بدايه هو مساله اللي هي تعليم الهواه الجدد او المبتدئين، بيبقى الموضوع احنا الحمد لله يعني حاولنا ان احنا نبسطه بشكل كويس. ان احنا عن طريق جروب، سواء نظريا ان احنا مثلا بننزل لهم بوستات توضيحيه، يعني بيها معناه بنقول له مكونات الصيد 1 2 3 4. في فيديوهات بتنزل للجروب خاصه ازاي تربط صناره، ازاي تعمل سبحه دي بتبقى عباره عن كذا سن في خيط واحد. تمام، دي تبسيطا للجمهور يعني والمستمعين. فبدأنا ان احنا نعمل الفيديوهات ديت وننزلها على الجروب بحيث ان احنا نفيده. غطينا الجزء النظري في حته الجروب. الجزء العملي بنطلع رحلات تعليميه. تمام، الرحلات التعليميه ديت بيكون هدفها طبعا ان احنا يعني الجزء اللي انت اخدته نظري في الجروب او اتفرجت عليه في الفيديوهات احنا هنطبقه على الشواطئ المختلفه. بنوري له ازاي بترمي، ازاي بتصطاد. خلي بالك وانت بتصطاد طبعا في بوست عندنا في الجروب مهم جدا. البوست دوت فيه حوالي 300 او 400 صوره بالاسم بتاعهم، ده طبعا اسامي السمك، بحيث ان في عندنا سمك كتير جدا ممكن انه يسبب مشكله زي ما حضرتك وضحت. سمكه البطاطا مثلا سمكه مميزه جدا ومتوفره جدا في اسكندريه، ولكن الشوكه بتاعتها مؤلمه جدا، فظيعه فعلا فظيعه. انا خدت تيتانوس 5 بطاطات يعني الم طول اليوم، سخونيه، كنت اول مره اصطاد فعلا، خدت حقن التيتانوس. انا روحت السخونيه رهيبه، كان اول مره فعلا. هي فعلا بتعمل مشكله، وبالذات لو في الايد وكذا سمكه ممكن ان هم يسخنوا الايد ويورموا الايد وكده اهو. فاحنا طبعا البوست اللي انا بقول لحضرتك دوت بيوضح كل سمكه واسمها ونوعها، بحيث ان احنا برضو يبقى انت حتى شفتها. لما ننتقل بقى للجزء اللي هو العملي للبحر، لما انت مثلا هتجيب السمكه الفلانيه هقول لك لا خلي بالك السمكه دي ما بتمسكش كذا، تتعامل ازاي معاها، لان مش كل السمك ينفع انك تمسكه بايدك. في سمك كتير جدا فوطة. يعني فوطه يعني مثلا اخونا علي دلوقتي يوضح ان هو مهتم بالجزء بتاع الساحل الشمالي بحكم ان هو ساكن هناك. الجزء اللي هناك ده منتشر مثلا سمكات اسمها سمكه البلامه. سمكه البلامه خطيره جدا، سامه. يعني سمكه ممكن مثلا تبقى قد صبع الايد، ولكن الشوكه بتاعتها ممكن تؤدي له الوفاه، تموت واحد. فطبعا ومنتشره جدا، موجوده جدا. يعني انا على سبيل المثال والله كان معانا عضو من الجروب، طلعنا على كوبري ستانلي مره كنا جايين بنعملين زي ندوه تعليميه خاصه بصيد الكاليماري. تمام، فبنرمي، هو قال لا معلش انا مبتدئ، انا هبتدي اصطاد، انا مش عايز اصطاد كاليماري. فبدا ان هو يصطاد، والله يطلع بلامه، لقيته هياخدها بايده، قلت له لا خلي بالك السمكه دي يا جماعه كذا، الثلاث شوكات اللي فوق دول هم اللي فيهم السم، ولو انت قاعد خايف انك تتعامل معاها قص الشعر، ارميها، لكن ما تمسكهاش. في ناس بيحبوا يعملوها شوربه وحاجات كده. هي طعمها جميل، هي طعمها جميل سبحان الله، هي طعمها جميل فعلا. ايوه طب وبالنسبه بقى القراد والحاجات اللي سمعنا عليها مؤخرا دي، والسمكه الارنب حاجات برضو غلسه برضو تمام تخوف. والله هو السمك اللي هو فعلا زي ما حضرتك وضحت، السمك اللي هو مشكله بصراحه. يعني في سمك عندنا عامل مشكله، يعني مثلا على سبيل المثال سمكه القراد، هي سمكه يعني سامه، دي اول حاجه. في الاجزاء بتاعتها، الاحشاء بتاعتها وتحديدا الكبد والامعاء، دول اللي بيبقى فيهم المشكله. بتتباع في الاسواق، ولكن الثروه السمكيه قالت يا جماعه السمكه دي خطر، بتسبب للوفاه. الامعاء بتاعتها لو ما اتنضفتش السمكه كويس او تنضف كويس، مشكله متخصص ممكن وبعدين انا ما اعرضش حياتي للخطر، يعني سمكه مش عايزه كلها. للاسف بتتباع في الاسواق، وهنا عندنا سوق فلوس للاسف فعلا، وفي حاله بتتباع، مع ان والله وزاره الثروه السمكيه اهتمت بالموضوع ونزلت فيديوهات، واستضفنا اساتذه من معهد علوم البحار، قلنا السمكه دي خطيره ما حدش يقترب منها. والله المفروض يعني انا بتمنى والله فعلا ان الموضوع دوت يعني يبقى فيه رقابه على الموضوع، لان الاسواق كلها منتشره، وللاسف البائعين اللي ما عندهمش ضمير بيبتدوا ان هم يسلخوها وبيقطعوها جزل وبيبيعوها على انها بقى اي سمك، يعني مثلا يقول لك شرايح سمك فيليه خلاص، سمك فيليه، وطبعا الناس يعني بتاخدها ومش عارفه. بالفعل في عائلات ماتت في مطروح وفي الاسماعيليه، في عائلات ماتت كامله كلت وما. طب ايه الاسماك الثانيه السامه الخطره اللي ممكن تواجه الصياد غير القراد ممكن ايه تاني؟ بالاسماك دي السامه والخطره في اسكندريه زي ما اخويا احمد، بالنسبه لنا هنا البلامه والقراد دول بالنسبه هي الارنب هي القراد. الارنب هي القراد، هم بيسموها الارنب لان هي طريقه سلخها من جلدها زي طريقه ارنب بالظبط. ايوه ومشكله الارنب كارنب كحيوان بري، مشكلته في المراره بتاعته لو اتخبطت او اتفتحت بتسمم الارنب كله، فبالتالي بيترمى. نفس القصه سمكه القراد بالتحديد، سبحان الله، هي جوه منها حته صغيره خالص
احساس مراره. لو اتضربت في السمكه كلها اتسممت. فده بالنسبه للاسماك اللي عندنا في بحر متوسط. البحر الاحمر فيه سمكه الديك وفيه تعبان المارينا وفيه المحرات الاسود. دي الاسماك الخطر. طيب معانا مكالمه دلوقتي، نستاذنكم ونشوف مين عايز يقول ايه. الو. السلام عليكم وبركاته. مساء الخير يا استاذ احمد. مساء النور. ممكن اشارك مع حضرتك؟ اهلا بيك يا ريم، اتفضلي. اهلا بحضرتك. اتفضلي يا ريم. بداية انا برحب بالضيوف الكرام وبشكر حضرتك على الموضوع الشيق ده عشان انا بحب عالم البحار جدا. الله يخليكي يا ريم. كل ما يتعلق بالسمك. الله يخليكي يا ريم. انا ليا 3 اسئله صغيره. 3 اسئله؟ نرمي الشبك يعني ولا ايه؟ نعم؟ نرمي الشبك معاكي ولا ايه؟ طب اتفضلي يا ريم. السؤال الاول هو المرأة ممكن تمارس هذا النوع من يعني هذه الهواية؟ انا مش عشان بس ده نوع من الفضول يعني. ده انا اعرف صديقة ليا ما بتصطادش غير بوري يا ريم. نعم؟ اعرف صديقة زميلتي ما بتصطادش غير بوري. والله؟ يبقى صيادة ماهرة. لا دي شاطرة قوي وممكن تكون سامعانا دلوقتي. يبقى وصلت الإجابة؟ خلاص بقى، هو استاذ احمد واستاذ علي هيقول لك يعني. السؤال الثاني، انا سمعت ان اسماك البحر المتوسط من اجمل او من يعني كطعم من احلى الاسماك على مستوى العالم، رغم ان البحر المتوسط مش غني بالاسماك. مش عارفه المعلومه دي صح ولا لا. السؤال الثالث، سمعت ان الصيد بيضيف للانسان معنويا بعض الصفات، ايه هي وهل ده كلام صحيح ولا مجرد يعني كلام كده بنقوله يعني للاستهلاك؟ وانا بشكر حضرتك. شكرا ليك يا ريم، مع سلامة الله. من سوق بكوس عني يا طيب، قرب وتعالى خد الطيب. من سوق بكوس عني يا طيب، قرب وتعالى خد الطيب. وكل اللي تعوزه وتحتاجه وعندنا تلقاه. الخير موجود والخير كله من فضل الله. وكل اللي تعوزه وتحتاجه وعندنا تلقاه. الخير موجود والخير كله من فضل الله. والفرجة بلاش بس ما تنساش انك عن سوقنا ما تستناش. الفرجة بلاش بس ما تنساش انك عن سوقنا ما تستناش. حتى ولو كان يعني سيادتك ما معكش فلوس. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام والفترة المسائية المفتوحة. مساء الخير يا اسكندرية، وحديثنا حوالين صيد الأسماك كرياضة محببة لكثير من أبناء اسكندرية. ومعايا مكالمة على الهواء، مين عايز يقول إيه؟ ألو. ازيك يا أستاذ أحمد؟ مساء الخير والسعادة والهنا على حضرتك وعلى ضيوفك الكرام. مساء النور. معاك هند أحمد عاشور. أهلا بيك يا هند. اهلا بيك يا استاذ. الله يخليك يا هند، اتفضلي. بجد انا بحييك جدا يا استاذ احمد، لان يمكن حضرتك اول مذيع في العالم كله يتكلم عن هوايه الصيد. الله يكرمك. وانا فعلا يعني بشوف ان دي هوايه جميله جدا. يعني بس عشان ندي الحق لاصحابه يا هند، اختنا هدى يسري من حوالي 10 سنين اتكلمت في الموضوع ده، انا فاكر. لا يمكن بقى لا عشان نبقوا مثلا فير يعني. حقيقي تحياتي ليها ولحضرتك. الله يكرمك يا هند. فانا عايزه اسال بس ضيوفنا الكرام، واسال يعني يا ترى مثلا كل الدول اللي بتطل على البحار فيها برضه فكره صيد الاسماك، ولا ده مقتصر علينا احنا كمصريين؟ وليه ما يكونش في مثلا اتحاد دولي لصائدي الاسماك ويبقى في بينهم مسابقات لو المساله دي موجوده، على اساس ان احنا ننشر الهوايه الجميله دي بما ليها من اثار ايجابيه جميله. وتحياتي لحضرتك ولاسره العمل والضيوف الكرام. الله يكرمك يا هند، شكرا يا بابا. الله يكرمك. في البحر سمكه بتزق سمكه عالشط واقف صياد بشبكات. في البحر سمكة بتزق سمكة عالشط واقف صياد بشبكة. في البحر موجة بتزق موجة والشط زحمة وزعيق وهوجة. في البحر موجة بتزق موجة والشط زحمة وزعيق وهوجة ونونا تضحك
او تقولي بابا بابا يا بابا هاتلي بسكوت ونوجة ونونة تضحك او تقولي بابا يا بابا يا بابا هاتلي بسكوت ونوجة في البحر سمكة سمكة زقي سمكة سمكة عالشط واقف صياد بشبكة. ومعانا مكالمة، نقول الو. الو، ايوه ممكن اشترك معاكم؟ اتفضل. هو ازاي نفرق ما بين السمك البوري ازاي بنصطاد السمك البوري؟ ايوه انا معاك سامع. ايوه الطعم بتاعه، طعم السمك البوري. في حاجة تانية؟ وازاي افرق من السمك البلطي الوزارة والبلطي النيلي. نيلي. طيب شكرا لحضرتك. شكرا لك. يمكن نجاوب السؤال الاولاني الخاص باختنا ريم، بتقول المرأة والصيد. اخونا احمد اتفضل. والله يا استاذ احمد، بالنسبه للاستاذه ريم السؤال اللي سالته اللي هو خاص بان المراه تمارس الهوايه، احنا معانا فعلا في الجروب اخواتنا كتير جدا بيمارسوا مساله الصيد. احنا يمكن الندوات اللي احنا بنعملها بيحضرها اسر وبيحضرها سيدات. واحنا فعلا كنا من اوائل الجروبات، واول جروب فعلا اتعمل على الفيس باضافه الجروب بتاعنا لما لقينا ان في عدد كبير جدا من السيدات حابين ان هم يشاركونا الهوايه، عملنا لهم جروب خاص بيهم اسمه برضو محب الصيد بالاسكندريه، بس الفريق النسائي. ده خاص بان احنا بالظبط ده خاص بان احنا كل السيدات اللي معانا في الجروب معانا ادمن موجوده هناك في الجروب الثاني، بتضيف كل الاخوات بحيث ان هم ممكن يتجمعوا فعلا. طلعوا كذا رحله مع بعض في نادي المهندسين، راحوا اماكن كتيره يعني مع بعض، بيطلعوا بيتعلموا برضو الصيد، بيشاركونا في الجروب هنا وهنا. بالنسبه للسؤال الثاني بتاع ريم، سمك البحر المتوسط طعم مختلف. احنا فعلا يعني بنمتاز في سمك البحر المتوسط بالذات، لان السمك بالظبط يعني اسف في التشبيه، بس زيه زي الدجاج وزيه زي البط وكده. انت لو احسنت المرعى بتاعته اكله هيطلع لحمه 10/10 جميل جدا طبعا. فاحنا فعلا الاراضي بتاعتنا في البحر المتوسط تغذيه الاسماك اللي بتتغذى على الاكل اللي في البحر عباره عن قشريات، حاجات نواشف زي ما بيقولوا. أيوة. فبالتالي بتطلع السمكه كبنيان قوي، ولحم طبعا المصل العضلات بتاعتها بالظبط. البنيان بيبقى قوي لان في سمك لما بيخش على اكل معين احنا بنسميها السمكه هزيله. تبقى السمكه في ايدك تحس ان هي عيانه، باين عليها مريضة ان هي كده. فعلا الظهر بنسميه مسفوت رفيع خالص، وما تحسش ان السمكه ملحمه. ايوه. فالمرعى بتاعت السمك عندنا حتى البطاطا سبحان الله طعمها زي الدنيس عندنا بالظبط. صح بالظبط لما تتشوى بالزيت كده. وبالفعل في السعوديه حضرتك تعرف في السعوديه في بطاطا تمام، احجامها مختلفه وكبيره بس طعمها مش حلو. طعمها الله ينور عليك. هي انا اكلت البطاطا بتاعت السويس طعمها عادي، مش مقارنه لو سمكه صغيره بتاعتنا بطاطا حلوه قوي. تمام. فهو ده اللي بيثبت حضرتك الكلام، ان فعلا مرعى السمك عندنا كبحر متوسط احسن بكتير قوي من دول ثانيه، فبالتالي الطعم عندنا احسن. يعني المعنويات اللي بتضيفها يعني هوايه صيد السمك غير الصبر بقى والتحمل، زي ما انا ذكرت حضرتك من شويه يا استاذ احمد، كتير جدا من ضغوط الحياه بنضيعه احنا كصيادين في البحر. الصيد بينقلني من حاله نفسيه او بيديني طاقه ايجابيه بعد الطاقه السلبيه اللي انا اخدها على مدار مثلا يوم او يومين او اسبوع او شهر. في ناس كتير جدا كانت بتتكلم يعني بصدر رحب وبتقول من قلبها فعلا انا ما برتاحش في مكان ولا بيصفى ذهني الا لما بمسك بوصه وبعض على البحر، او بالمجرد ان انا اروح على البحر واقعد كده لحالي مجرد اقطع من الصناره ما افكرش. انا حتى كنت بدي شويه نصايح كده لزمايلنا اللي هم عندهم الحاله النفسيه اكتر بكتير. بقول له لو طلع رحله صيد او انت متضايق من موضوع معين اطلع على البحر وحاول تلغي التكنولوجيا اللي طغت على حياتنا. يعني بالبلدي هات موبايلاتك، معاك موبايل 2 اطفيهم خالص. ما تخليش حد يتواصل معاك عشان تلغي دماغك من البر ومشاكله. صح. وتخلي دماغك صافيه على البحر ويبقى ذهنك صافي وتروح معاك طاقه ايجابيه كويسه جدا. بالاضافه ان هو بيساعدنا يعني انت حته دينيه جدا. يعني انت
كثره الاستغفار على البحر، تسبيح كمان الله بالظبط. بتاخد فذك- حسنات. ذكر تاخد الله. حسنات. يعني انت لما بتقعد مع زمايلك ممكن تتلهي في موضوع، لكن لما تقعد على البحر مش هتكلم السمك، فتكلم المولى سبحانه وتعالى. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طيب اخونا احمد، اختنا هندي بتقول هل رياضه الاسماك موجوده في كل الدول زي ما موجوده عندنا في اسكندريه او في مصر بصفه عامه؟ فعلا هي موجوده في بلاد كتير جدا، خصوصا البلاد اللي هي بتطل على البحار والمحيطات. يعني في دول كتيره مثلا اشهرها مثلا يعني بالنسبه للدول العربيه بتاعتنا اليمن، ليبيا فيها صيد كتير جدا، وتونس، المغرب، بلاد كتيره جدا. البلاد اللي هي الاشقاء سواء موجودين في ليبيا او الاردن اللي بيشاركونا على الجروب عندهم فعلا السمك بشكل كبير. بالنسبه للجزء الثاني من السؤال اللي سالته استاذه هند اللي هو الاتحاد الدولي، هو فعلا في اتحاد دولي، واحنا الحمد لله يعني الى حد ما احنا متقدمين في هوايه صيد الاسماك. في مسابقات دوليه بتتعمل، يعني كان في مسابقه في البرازيل احنا يمكن حققنا فيها مركز متاخر، لكن البطولات اللي قبل كده بناخد فيها مراكز متقدمه جدا. وضعنا كويس يعني بالنسبه للبطولات. فعلا احنا يمكن مهتمين بالموضوع ده، يمكن عشان معانا ابطال عالم موجودين في الجروب بيشاركونا وكده اهوت. فعلى طول حتى بينزلوا حتى صور، يعني والله حتى بالصدفه في صوره في الجروب للدكتور اقول اسمه. اتفضل. تمام. الدكتور طارق الحرقاني. الدكتور طارق الحرقاني هو بطل من ابطال عالم. مصر وابطال العالم فعلا في هوايه صيد الاسماك. هو لسه منزل الصوره بتاعته اللي اخذ بيها مركز اول جمهوريه. ففعلا يعني مساله ان هي يبقى في اتحاد دولي لصيد الاسماك، هو فعلا فيه، وعندنا اتحاد دولي في مصر. موضوع البوري بقى موضوع صعب قوي. علي، يمكن في ناس تتفرج على البوري وهو بيلعب كده تحت منه وبيصطاد، مش عارف يصطاده ازاي، يعني يعرف يصطاد. البوري بالنسبه لاي مبتدئ حتى لو افترضنا ان هو صياد بوري بنسبه 50%، ما بنتكلمش طبعا على نسبه 100% لان ده محترف. طبعا اللي بيحترف صيد البوري بالنسبه له صيد البوري اسهل من صيد البطاطا. معلم بيبقى معلم خلاص، شويه معلم. شويه معلم. ويعني احقاقا للحق انا في وجهه نظري ان احسن صياد بوري موجود في اسكندريه واحد اسمه عماد بحري. ده ما شاء الله عليه، يعني ليه كليبات على اليوتيوب مفتري. انا بسميه مفتري. بالنسبه للطعوم البوري بيختلف حسب الامه اللي هو فيها في الميه. يعني لو سمك عايم بوري بيشتغلوا عليه بحاجه اسمها ساندوتش. بيجيب رغيف زي اللي احنا بنجيبه بتاع الفول مثلا المدور ده، وبيتبرم وبيتلف عليه الشعر بالسنون، يعني كذا سن 15 20 سن، وبيتلف عليه بيبقى بالظبط شبه السيجار. وبيترمى بقرمه معينه طريقه معينه في الميه، فبيفضل عايم. البوري يروح عليه يفضل احنا بنسميها ينقر فيه. فوسط ما هو بياكل اللقم دي والحيش دي بيقوم اخد السلاح معاه. ده بالنسبه للطعم. وهو لما يكون غرقان العجينه بقى وهو غرقان بيشتغلوا عليه بالعجينه. وفي طريقه برضو كان عماد اللي كان قايل عليها حاجه اسمها اللقمه. حتى انا استغربت قلت سبحان الخلاق، يعني ان انت سمكه ممكن توصل ل 4 و5 كيلو انت بتضحك عليها بحته لقمه صغيره جدا. سبحان الله. فاللقمه دي ليها طريقه. وبرضه في ناس بتشتغل عليه بحاجه اسمها الربع بالسردين. بيجيب السردين وبيفرمه مع رمله عشان يبقى حاجه تقيله. بيفرموا فرمه جامده وحراميش يزفر بيه زي ما بيقولوا. برافو على حضرتك. احنا بنتكلم عليه التزفير. وبيعمل حاجه اسمها ربع، وبيجيب السردين يفتحها 2 ويشيل سلسله الظهر ويربطها في حاجه اسمها خيه تحت منها السلاحات. يبدا البوري يروح لها مع الزفر بقى طبعا. يتلم. يبدا ينقر فيها. بتتحرك البوصه مع الصياد فيبدا يرد. ده شغل بروفيشنال ومعلمين طبعا. بالظبط. طب ازاي نعرف؟ يعني في بولتي كتير موجود في السوق، بولتي مزارع وبولتي يقول لك ده بولتي حر بتاع البحيره او بتاع نهر النيل. نقدر نعرفه ازاي؟ وكمان البوري كمان في ناس بتتغش كتير. البوري بيبقى ده بيقول لك ده بوري حر، ده بوري بحر، ويقول لك ده بوري من مزارع. ازاي نعرفهم كده للناس يعرفوا؟ تمام. بالنسبه يا استاذ احمد السؤال الجزء الاول اللي هو خاص بالبولتي. عموما هو البولتي بتاع المزارع بيبقى اغلب الشكل بتاعه بيبقى كل الحجم كله مقاس واحد. يعني انا لو حضرتك نزلت اي سوق كل اللي موجود في السوق تقريبا، لان طبعا هي المشكله في ايه؟ ان الشعب السكندري عموما او اهل اسكندريه بيحبوا السمك، فطبعا هنجيب لهم سمك منين؟ من البحيره. ففي مزارع سمكيه كتير فبتوفر
توفر السمك بتاعها في الاسواق. ولكن البولتي بقى اللي هو الحر اللي هو فعلا مزارع طبعا بيكون طعمه مختلف نتيجه ان هو يعني ما بياكل اكل طبيعي، يعني ما رباني بالظبط، مش زي مثلا المزارع بيتحط له اكل معين في توقيت معين يعني. فطبعا انا بالنسبه للجزء اللي هو الخاص بالبولتي اللي هو بتاع البحيره او بعيد عن المزارع اللي هو البولتي البلدي ده انا بفضل ان انا بجيبه من المعديه، يعني بيكون متوفر في المعديه. بتلاقي مثلا ممكن بولتيه اكبر من الكف، بيكون شكلها غير بتاعه المزارع، يعني اغلب سمك المزارع بتلاقيه كبير، بتلاقي محمله ظهرها عالي تمام. بالاضافه بتلاقي يعني كلهم احجامهم كبيره. البولتي اللي هو البلدي بتلاقي مثلا واحده كبيره مع واحده صغيره، وبيكون الصياد طالع بيها كمان قدامك، يعني دي الميزه برضو. طيب ناخد فاصل وبعدين نتواصل. مركبنا مركب شراعية عروسة على وش المية. مركبنا مركب شراعية عروسة على وش المية. أما احنا والله يا رجالة صيد السمك عندنا غير جدعان، ونفهم في الواجب وبالشهامة بنتعاجب. صياد وريس في المينا ارمي الشبك لمي يا اخينا. فاتحين لكل الناس بابنا ملناش عايدة لكل احبابنا. فاتحين لكل الناس بابنا ملناش عايدة لكل احبابنا. اخر النهار مهما بعدنا عالمينا ترجع مراكب جدعان، ونفهم في الواجب وبالشهامة بنتعاجب. صياد وريس في المينا ارمي الشبك لمي يا اخينا. الدفن قبله بترحيبة عمره ما يشعر بالغيبة. الدفن قبله بترحيبة عمره ما يشعر بالغيبة. نريحه جوه قلوبنا نعمل له ضلة وتكعيبة جدعان، ونفهم في الواجب وبالشهامة بنتعاجب. صياد وريس في المينا ارمي الشبك لمي يا اخينا. ولاد بلد احنا يا خالي غريب قريب عندنا غالي. ولاد بلد احنا يا خالي غريب قريب عندنا غالي. طول عمرنا ناس عشرية وقلوبنا تعشق طوالي جدعان، ونفهم بالواجب وبالشهامة. مع الاصدقاء المستمعين ومعايا مكالمه. نقول الو. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد. اهلا معاك استاذ حسين. اهلا بيك استاذ صبحي. احد اعضاء الجروب اللي مع حضرتك. اهلا بيك استاذ صبحي، اتفضل. اهلا بحضرتك. بقول لحضرتك بس والله انا كنت عاوز اقول لحضرتك ان الناس اللي قاعده مع حضرتك دي ابطال، عاوز اسلم عليهم استاذ احمد معاذ استاذ علي. الناس دي ما بتنامش من كتر البوستات اللي بتجيلها. ربنا يخليك يا استاذ صبحي. الله يخليك والله. كلهم ناس وحتى الجروب كله ناس فاعلين يعني، والله بتشوف حضرتك نشرات على طول بالاجواء